السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. هعمل معاكم النهاردة مندي الدجاج لفردين اتنين بس. خلاص انا عاملاه قبل كده، والمرة دي هعمله لكم برضو طريقته سهلة وجميلة قوي، مش هتاخد منكم وقت خالص، وهتبقى طعم وريحة مش عايزة اقول لكم. هنا معايا فخدين اتنين انا غسلهم كويس قوي، وكنت نقعهم بمحلول النقع زي ما احنا قايله لكم قبل كده على محلول النقع، ميه وسكر وملح عشان نطلع الزفارة اللي فيه. المكونات اللي معايا هنا بقى، معايا ايه؟ معايا زيت، حوالي معلقتين من الزيت، معلقة كبيرة من الصلصة الطماطم او معجون الطماطم، معايا رشة من القرنفل ورشة من الحبهان البودر، قرنفل بودر، تمام. معايا كركم، زعفران بودر، ملح وفلفل اسود. خلاص، والتوابل برضو زي ما انتوا حابين، وبتحطوا التوابل براحتكم خالص. هحط هنا بقى ايه؟ الزيت ومعجون الطماطم. الطريقة دي يا جماعة والله العظيم اللي بتعملوها حلوة قوي قوي قوي، وجميلة وريحة وطعم خرافي. معايا الحبهان البودر والقرنفل البودر، تمام. ومعايا هنا كركم وزعفران بودر، ومعايا ملح وفلفل اسود. كل بقى المكونات دي هقلبها مع بعض. قلبتها زي ما احنا شايفين كده اهو. وهنمسك الفراخ طبعا هنحطها بقى فيها، بس هنقطعها كده شرايح عشان التتبيلة تدخل جوه الايه؟ الفراخ. اه، شايفين؟ مش عايزه اقول لكم ريحتها بقى وطعمها حاجه كده تحفه خطيره. انا بدخل تحت الجلد كمان يا جماعه من التتبيله دي، بدخلها تحت الجلد، بتبقى حلوه قوي قوي قوي، تدي طعم بقى مش عايزه اقول لكم رهيب. بحطها بقى في التلاجة شويه، بتاع ساعتين كده ولا حاجه على ما اجي اعملها، او لو عايزين تحطوها من بالليل براحتكم خالص. كل ما تتحط اكتر كل ما تبقى ايه؟ احلى واجمل وقطع. حطها بستريتش رول بقى كده، وحطها فين؟ في التلاجة. خلاص. جينا بقى هنا الرز هنعمل ايه؟ طبعا معايا رز بسمتي زي ما احنا شايفين، معايا طماطم مفرومة، فلفل اخضر مفروم، معايا بصل من اللي انا مفرماه وحطاه في الفريزر، معايا الاعشاب بقى اللي هي ايه؟ ورق لورا، ليمون، قرفة، حبهان، قرنفل. طبعا عشان انا ما كانش عندي قرنفل عيدان فحطيت قرنفل بودر، معايا كركم، ومعايا طبعا الزعفران البودر. هنيجي بقى هنعمل ايه؟ هنحط الطاسة او الحلة اللي هتعملي فيها الرز. طبعا عشان انا هعمل وجبتين اتنين بس، عملتهم فين؟ في الطاسة دي. حبة زيت صغيرين، زيت ذرة او زيت دوار الشمس براحتكم. هنزل بالتوابل، اقعد اشوحها بس شويه كده تطلع الريحه بتاعتها الجميله وتتحمص كده. تمام. هنزل بقى هنا بالبصل. طبعا البصل ده انا فرماه، اللي انا مخزناه في الفريزر معاكم قبل كده. عندكم الفيديوهات بتاع تخزين الخضار بتساعد كتير يا جماعه والله العظيم. الحاجات دي سواء صلصه سواء بصل سواء توم، اي حاجه بتخزنوها في الفريزر ما بتاخدش منكم وقت خالص. بتطلعوا يا دوب تحطوا كله على النار وتستعملوه حاجه كده ايه؟ جميله يعني، ما بتاخدش منكم وقت وبتوفر عليكم في الوقت والمجهود. شايفين كده؟ بنشوح البصله. نزلت عليها بقى بالفلفل الاخضر، واخده بقى تشويحه كمان كده مع البصله. عايزه اقول لكم الرز ده بيبقى له طعم خطير يا جماعه. رز المندي ده بيبقى له طعم حلو جدا جدا جدا. انا عندي هنا بيعشقوه بصراحه. وننزل بالطماطم اللي احنا فرمينها صغير، مقطعينها يعني، مخرطاها انا بالسكينه كده تخريط صغنن خالص. شوحت كله كده مع بعض.
طبعا احنا عارفين كمية الرز قد ايه. يعني مثلا كوباية بحط لها كوبايتين مية، آه اللي هي الرز البسمتي. لو الرز العادي بقى كوباية قصادها كوباية. هنا حطيت رشة كركم ورشة زعفران اللي هو البودر. الله على الريحة، مش عايزة اقول لكم الريحة، ريحتها تحفة قوي قوي قوي، رائعة. الريحة طالعة جدا. عايزة اقول لكم ان هم عمالين يقولوا لي الريحة يا ماما جايه لنا هنا، حرام عليكي. كل ما التوابل والحاجات دي تتحط على النار وتشوح كويس تدي ريحة حلوة قوي. وبكده انزل بقى بالمية واحط لها الملح ومكعب مرقة دجاج او مرقة فورية زي ما انتوا عايزين. دي الزعفران طبعا عشان بيدي لون حلو قوي قوي للرز. احط بقى الملح. بعد الملح احط مرقة دجاج فورية او مكعب مرقة دجاج زي ما انتوا عايزين، واسيب كل ده بقى يغلي مع بعض. خلاص حطيت انا فصين توم بيدي ريحه حلوه قوي. الميه غليت او الشوربه غليت، بنزل بقى بالرز. الله. واغطي يا دوب ياخد غلوه كده، مش يستوي ما يتشربش خالص، يا دوب يغلي انزل بيه احطه في في الصينيه اللي هسوي بيها في الفرن. تمام. هنا بقى ادي الرز، بجيب ورق بقى ألمونيوم اللي هو الفويل، وبقطع ورقتين عشان تبقى سميكة شوية وماسكة نفسها. جيب ورقتين كده زي ما احنا شايفين، احطهم على بعض واقوم مغطيه بيهم الصينيه اللي فيها الرز. طبعا دي صينيه صغننه على قد الوركين الاتنين او على قد الوجبتين. وبجيب السكينه ونغز الفويل واحط عليه الفراخ اللي انا متبلاها واحطها فين في الفرن. وتطلع بقى زي ما احنا شايفين المنظر ده. انا طبعا شلتها من على الفويل وحطيتها على الصينيه. هغرفها بقى في الطبقين عشان هما رايحين لناس حبايبي. يلا اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، واللي مشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم مننا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.